السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. كفتة اقتصادية جدا يا بنات. عملت 25 قطعة كفتة من ربع بانيه، وهنشوف الطريقة قد ايه مستوية. شايفين مفرغة ازاي من جوه؟ بجد مشهية جدا، جميلة جدا. كمان لرمضان هتعمليها ان شاء الله، وصفة معتمدة ليكي في رمضان من جمالها وطعمها وتوفيرها. شايفين كم قطعة؟ اعمليها بالشكل طبعا اللي هيريحك. طب نشوف كمان كفتاية ونشوف طعمها عامل ازاي يا بنات. شايفين الجبنة سايحة ازاي؟ حاجة روعة. طيب شوفوا بقى الحركة ديت، ايه رأيكم؟ شفت الجانب انها بتبص ازاي يعني؟ وطعمها بقى فوق الوصف، بجد وصفة ان شاء الله جديدة وهتعتمدوها ان شاء الله. ليه حبايبكم كلها هتأكلي وتأكلي العيلة معاكي، وهنفرس كمان منها يا بنات. الشكل في منتهى الروعة يفتح النفس. يا رب الفيديو نور رضاكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في قناتي، وتعالوا نشوف طريقتنا. انا عندي ربع بانيه يا بنات، علشان للامانه اللي انا ماسكاها ديت قطعتين بس كانوا زياده عندي، يبقى اذا ربع كيلو وقطعتين بانيه كانوا زياده عندي في الفريزر، فانا عملتهم سوا. القطعتين دولت كانوا زيادة يا جماعة، لكن هي بربع بانيه، هي نفس الكمية هتعمليها بربع بانيه هتنفع خالص يا بنات، مفيش مشكلة خالص. بس الأمانة بحبيت أنا أقول لكم اللي أنا عملته بالظبط في الفيديو. بعد كده أنا عندي رغيفين فينو أو رغيفين كايزر، برضه أنا عندي كان زيادة اللي هو رغيفين كايزر كانوا ناشفين. هتجيبيهم كده أو فينو، يعني اللي موجود عندك ده وده ينفع. هتشيلي القشرة بتاعتهم اللي هي الحمرة ديت، وبعد كده هتحطيهم في الكبة وتفرميهم كويس جدا. أهم حاجة بس في الفرم أنا عايزاها تبقى ناعمة جدا، تبقى عاملة زي البودرة زي ما انتم شايفين كده. بعدين هنجيب اللي هي البانيه اللي احنا قطعناه اي تقطيعه كده، عشان كده كده هيتضرب. بعد كده عندي 3 معالق زنجبيل فريش. طب لو ما فيش فريش ممكن بودره، بس لو في فريش موجود على فكره دلوقتي في الاسواق كتير يعني. واربع فصوص توم مبشورين، وربع كوب صغير ميه او ربع كوب يعني ميه. الميه ديت يا بنات احنا هنحطها شويه بشويه. بعد كده انا عندي ملح والسبع بهارات او بهارات فراخ او لحمه هتمشي. فلفل اسمر، وعندي كيس فيجيتار حار او بارد اللي يريحك. طبعا هنضربهم كويس جدا، وهبدا احط الميه شويه بشويه، يعني ربع كوبايه الميه هحط شويه وهضرب وشويه وهضرب لغايه القوام ما هيبقى عندي طري. وهوريكم القوام دلوقتي هيبقى عامل ازاي. يعني هي بصراحه خدت ربع كوبايه الميه ديت مع معلقتين ميه زياده، يعني انت هتحطي ميه لغايه ما هتبقى بالقوام اللي انت شايفاه ده، طريه وبالشكل ده. شايفين طريه ناعمه، ما فيهاش اي اللي يعني المكونات بتاعتها اختفت خالص فيها. نفس القوام اللي انتم شايفينه ده انا نزلتها في الطبق اهوت، عشان تبقى معانا الكفته بتبقى طريه خالص بالطريقه ديت. عندي بقى كيس كده عليه طبعا زيت، وايديا برضو فيها زيت يا بنات. بعد كده هنبدأ بقى. أنا الحشو بتاعها هيبقى عبارة عن ميكس أجبان. عندي شيدر تركي رومي موتزاريلا، الحاجة اللي ما الأجبان اللي أنت بتفضليها أو نوع واحد هينفع برضه. جبت قطعة كده كفتة، وطبعا أنا اللي هي لو صغرتي القطعة ديت هتديكي صباع كفتة صغير، أو عايزة تكبريها كده على حسب راحتك. أهم حاجة واحنا بنفردها، شايفين فردها سهل إزاي؟ سهل جدا، والكيس بيسهل ويانا الطريقة خالص. هنحط بقى كده يعني حوالي معلقة صغيرة من الجبنة، وهنبدأ نلفها بالطريقة اللي انتوا هتشوفوها ديت. هنجيب الجنب ده بالشكل ده، والجنب التاني بمساعدة الكيس بيسهل علينا خالص. وبعد كده هنقفلها بالطريقة ديت. مفيش أسهل ولا أجمل من كده يا بنات. هنظبطها بقى كده، هنسويها بين إيدينا وإيدينا. خلي بالكم فيها زيت علشان الكفتة بتبقى بتلزق بصراحة. تمام. أنا عملت فيديو قبل كده كان الحشو مختلف يا بنات، هي نفس الطريقه بس الحشو مختلف. يعني انت ممكن تحشيها الحشو اللي انت تحبيه، ما تلتزميش بالحشو ده خالص. يعني ممكن الحشو اللي انت ارجعوا اللي هو الفيديو، هحط لكم برضو اللي هو الحشو اللي هو كان اقتصادي، كان بطاطس وكانت فيه شويه بهارات عليها كده، بصراحه كانت فظيعه. هحط لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. هنبدا نخلص كمياتنا بالطريقه ديت. اهم حاجه الحجم بتاع اللي هي الكفته بتاعتنا، يعني ما تخليهاش رقيقه قوي علشان الحشو ما يبانش منها، وما تخليهاش تخينه قوي علشان برضو نبقى ضامنين السوى بتاعها. هنلفها اهوت بالطريقه ديت. هنجيب الجنبين على بعض وهنلفها بمساعده الكيس. هتبقى معانا بصوا ما شاء الله تبارك الله، يعني حاجه سهله جدا وجميله ومتظبطه قوي. نخلص بقى كميتنا كده، هنحط قطعة هنسويها. شايفين بإيدينا بصوا بتمشي بسرعة جدا، ما بتعملش معانا أي مشكلة يا بنات، سواء في اللف أو في الفرد بتاعنا. الكيس ده بيساعد جدا.
ايه رأيكم بقى؟ مفيش اسهل من كده. عمل 25 قطعة ما شاء الله. ممكن تعمليها مدورة، ممكن زي الفلافل كده، مفيش مشاكل خالص، اي شكل انت عايزاه. نص كوب حليب مع بيضة، قلبتهم كويس. وبعد كده عندي كوباية اللي هي الكورن فليكس اللي بيتباع عند العطار، اللي هو الخشن، بس انا جبته لازم تفرميه، اهم حاجة لازم يتفرم شوية عشان بيبقى خشن زيادة عن اللزوم. وكوباية فيجيتار على بقسماط، او بقسماط بس او فيجيتار بس اللي موجود عندك. انا خلطه كده انا بعملها، يعني بقسماط مع عشفينو مع بقسماط، اهم حاجه. لو بقسماط بس هينفع. انا بقول لكم الخلطه اللي انا بعملها بصراحه، الفيجيتار ده بيبقى فيه بهارات وتوابل، بتبقى بتديها طعم جميل. وعندي نص كوب دقيق. طيب هنبدا بقى ايه، نشتغل في الكفته بتاعتنا، نشوف هنعمل لها كفر ازاي. الدقيق، بعدين الحليب، وبعد كده في الكورن فليكس مع الفيجيتار. بعد كده هننزلها تاني في الحليب يا بنات، في الحليب. بعد كده هنعمل لها كفر تاني مرة في الكورن فليكس والبقسماط. ده بيدينا حجم كده للكفتة بتاعتنا، وبيخليها مقرمشة جدا من بره. شايفين؟ بتديها كمان شكل أحسن لو تعمليها مرة واحدة. بس المرتين احنا بنرجعها في الحليب والبيض فقط، لكن الدقيق مرة واحدة. نعمل كمان واحدة دقيق، بعد كده حليب مع البيض، وبعد كده البقسماط مع الكورن فليكس. وممكن على فكرة كورن فليكس لوحده مطحون يا بنات ممكن ينفع، عندك بقسماط لوحده هينفع، يعني اللي موجود عندك هتشتغلي فيه بيه، صدقيني هيطلع برضو جميل ومش هيعمل معاكي اي مشكلة، لا بالعكس هيبقى جميل. الحاجة اللي موجودة عندك اشتغلي بيها، هتبقى في منتهى السهولة واقتصادية، ما تغلبيش نفسك يعني. انا هنا بقى يعني عملت بقى يعني حوالي 3 4 وحدات مره واحده، علشان يعني ايه اسهل الموضوع معايا. خلصت بقى انا الكميه بتاعتي كلها زي ما انتم شايفين كده. في المرحله ديت يا بنات ممكن تفرزيها. تعالوا بقى هنفرز شويه، وبعد كده هنقلي شويه. طبعا عند الاطباق اللي هي الفل ديت، ممكن تحطي تحتيها مثلا كيس استريتش او كيس اللي هو بتاع حفظ ثلاجه، حطيه تحتيها. وبعد كده رصي الكفته على قد يعني العدد بتاع الصوابع اللي على حسب رغبتك، حطي 5 6 الحاجه اللي موجوده عندك، ولفيهم كده بورق استريتش زي ما انت شايفه وفرزيهم. اهم حاجه لما تيجي تقليها تاني مره، اقليها وهي مجمده، ما تسيبيهاش تفك وتعمليها، لا لازم تقليها وهي مجمده على نار متوسطه، هتطلع وهيجي جميل. تمام كده التفريز بتاعنا تمام. تعالوا بقى اللي هي الطازه اللي احنا لسه عاملينها هنقليها. زيت زي ما انتم شايفين سخن، اهم حاجه الزيت يكون سخن يا بنات، والتسويه على نار متوسطه، لا هاديه ولا عاليه، علشان ايه ما يفكش مننا ولا تتحرق قبل اللي هي الفراخ بتاعتنا ما تستوي. هتاخد السوا قد ايه يا حنان؟ حوالي من 6 ل 7 دقائق بالشكل ده على نار متوسطه، هتطلع في منتهى الجمال والروعه. كفته عمرك ما دقتي زيها، جربيها، اقتصاديه وسهله وجميله. الشكل هيشرفك بجد، يعني اللي هياكلها هيقول يا ربي انا باكل ايه ده، يعني من شكلها كده اول ما هيدوقها بصراحه هتنبهروا من طعمها. خلصي بقى الكميه بتاعتك بالشكل دوت. اهم حاجه بس في التسويق نار متوسطه يا بنات، علشان اللحمه بتاعتنا او الكفته بتاعتنا تستوي من جوه. شكل وجمال وقوام تحفه بجد، وكميه كبيره واقتصاديه. شايفين الجمال قد ايه؟ شوفوا بقى مفرغه قد ايه من نجاح الكفته بتاعتنا. بصوا مفرغه، شايفين الحركه دي؟ شفت الجبنه بتبص ازاي؟ فما تقولوش بقى لا هي احنا عشان لفينا بقى الكفته على بعضها كده مش هتستوي ابدا. اديكم انتوا شايفين اهوت، يعني بجد وصفه في منتهى الروعه والجمال، هتشرفك في مناسباتك بقى ان شاء الله، تبقى وصفه رئيسيه باذن الله في رمضان ان شاء الله، تبقى تعمليها لحبايبك. ايه رايكم؟ فعلا ما فيش اجمل من كده. شايف الكفته فعلا يعني تشهي وتفتح النفس. قدمها بقى مع يعني ايه، مع بقى رز اصفر مع عيش، سلطات بقى. شوفي ايه اللي يريحك وتقدميه فيها. يا رب فعلا الفيديو نرضاكم وتنفذوه. السلام عليكم ورحمه الله.